Hello everyone, welcome back to our English program series. Today we are going to learn how to talk about the future using the future simple tense. أهلا بكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم على زمن جديد اسمه المستقبل البسيط. المستقبل البسيط هنتعرف فيه النهاردة يعني إيه مستقبل وإزاي بنستخدمه. يا ترى المستقبل البسيط اسمه إيه بالإنجليش؟ اسمه الفيوتشر سيمبل. future simple. ركز كده معايا عشان هو زمن بسيط جدا وسهل وحاجه جميله جدا جدا. تمام. طيب بيقول لي بيتكلم على ايه الزمن ده؟ الزمن ده يا سيدي بيقول لي بيتكلم او يعني عن حدث لم يحدث بعد، يعني حاجه لسه ما حصلتش ولكنه هيحدث، لكنه ايه؟ سيحدث، يعني حاجه هتحصل قريب كده ان شاء الله. تمام. طيب يا ترى الزمن ده بيتكون من ايه؟ بص كده التكوين بتاعه حاجه بسيطه جدا جدا مش عشان اطول عليكم. تمام. بيقول لي بيتكون من وال هنا بمعنى سوف زائد المصدر بتاع الفعل، يعني زمن بسيط زي اسمه كده المستقبل البسيط. المستقبل البسيط بيتكون من ايه؟ من وال زائد المصدر. يعني مثلا لو انا خدت مثال دلوقتي وقلت كده I will travel to London next week. يعني ايه؟ يعني انا سوف اسافر الى لندن الاسبوع ايه؟ القادم. تمام. هنا طبعا انا عندي ادي ويل، تمام، زائد المصدر بتاعي، فكده الجمله عبرت عن المستقبل القريب زائد كمان ايه؟ مستقبل بسيط اسف، زائد نيكست ويك. دي طبعا كلمه داله على الزمن نفسه. طب مثال تاني، مثلا لو قلنا كده احنا she will، هي سوف call you، سوف تتصل بك مثلا tomorrow، سوف تتصل بك ايه؟ غدا. تمام. طبعا برضه هنا بيدل على المستقبل بسيط. مثال تاني عشان حبايبي الحلوين بيقول لي مثلا كده they مثلا will help us، يعني هما او هم سوف يساعدون. دي كل الامثله بتدل على زمن مستقبل قريب زي ما انت شايف عندي، مثلا will زائد ايه؟ المصدر بتاع الفعل. طب يا ترى ايه استخدامات الزمن ده؟ استخدامات المستقبل البسيط. اول حاجه مثلا المستقبل البسيط انا بستخدمه مثلا في قرار مفاجئ. قرار ايه؟ مفاجئ، يعني انا خدته فجاه كده، تمام، في لحظه، في مينت، تمام، في اللحظه الحاليه. زي مثلا ايه؟ لو قلت مثلا انا دلوقتي قلت I am hungry، انا جعان. تمام. هعمل ايه؟ هقول ايه؟ I will cook something، انا هطبخ ايه؟ او هطبخ شيئا ما. ده قرار مفاجئ. تمام. ان انا مثلا ايه؟ انا جعان دلوقتي او اشعر بالجوع، على طول دايركت مثلا هروح اعمل ايه؟ اطبخ شيء ما. طيب برضو بتكلم او بنستخدم في حاجه مثلا عن ايه؟ توقعات، مثلا توقعات مستقبليه او توقعات عن المستقبل. تمام. زي ايه مثلا؟ لو اتكلمنا مثلا على الطقس او المناخ وقلنا مثلا at will run tomorrow، هي سوف تمطر غدا، يعني نقصد بيه الطقس هنا او المناخ او السماء مثلا او السحب. تمام. مثلا ممكن نقول لو توقعنا مثلا كان عندنا مثلا بنت شطوره كده ورحنا قلنا مثلا ايه؟ she will be a great teacher، يعني هي هتبقى استاذه عظيمه، تمام، او مدرسه كبيره جدا ليها مكانتها عشان هي بنت شطوره مثلا وايه وبتعرف تجاوب كده. طيب ممكن برضو نتكلم او نستخدمه في التهديد. مثلا اهدد حد مثلا مضايقني او كده، او الوعيد. تمام. او مثلا اوعده بحاجه مثلا، او الوعود تمام. اقول له ايه مثلا؟ حد مثلا ممكن مثلا ان انا بوعد حد مثلا اروح اقول له كده، تمام، don't worry، don't worry، لا تقلق. تمام. I will help you مثلا، تقلقش انا هساعدك. تمام.
او ممكن اقول مثلا لو حبيت اهدد حد مثلا اخوك الصغير او انت متضايق منك مثلا او اختك الصغيره، تمام، رحت قلت له ايه if you touch that، مثلا لو انت لمست ده الشيء ده مثلا من الموبايل بتاعي او اي حاجه، تمام، او ات مثلا خليها ذات بلاش ات، ذات، تمام، لو لمست ده هقول له ايه you will، انت سوف get hurt. get hurt هنا معناها سوف تصيب، يعني هعاقبك بمعنى صح، تمام، يعني انا مثلا هزعلك بالبلدي كده if you touch that، تمام، you will get hurt، تمام. طيب ده لما اكون بستخدمه مثلا في التهديد او ايه او الوعيد. برضو انا ممكن استخدمه هنا في العروض او الاقتراحات، يعني لما اكون عايز اقدم مقترح او عرض مثلا، زي مثلا حد كبير في السن عندي، رحت قلت له ايه معاه حاجه هيشيلها، رحت قلت له I will carry your bag، تمام، انا هشيل لك ايه الشنطه بتاعتك، انا سوف احمل لك الحقيبه بتاعتك او الشنطه بتاعتك. او مثلا we will، نحن سوف مثلا go، نذهب together، نذهب ايه مع بعض، يعني هنروح مع بعضين. ده هنا عرض او ايه او مقترح. طيب دي استخدامات مين المستقبل البسيط. طيب انا دلوقتي في شويه ملحوظات بسيطه عندي هنا، بيقول لي تمام انا في حاله ان في لما احب انفي مثلا بستخدم نوت، طبعا بستخدم ويل زائد نوت، تمام، ده في الايه في ويل بدون اختصار، طبعا برضه بجيب الفعل في المصدر اللي بعديه، او ممكن ويل دي تختصر ل won't، تمام، يعني يا اما will not يا اما won't، تمام. زي مثلا لو جيت قلت ايه مثلا خدت مثال كده نكتب بلون تاني مختلف، لو قلت لك she won't مثلا go to school، يعني هي مش هتروح المدرسة مثلا tomorrow، مش هتروح المدرسة غدا، تمام، she won't go to school tomorrow، تمام، هي مش هتروح ايه المدرسة. طب لو انا حبيت اكون سؤال او في حالة تكوين السؤال مثلا، تمام، إيه طبعا بهال، إيه طالما عندي فعل مساعد في الزمن، طب في اي قاعدة دي بسيطة جدا كده، بطلع الفعل المساعد في ايه قبل الفعل، ببدل يعني بعمل كده مقص. مثلا لو انا خدت مثال رحت قلت لك well you، اهو بدلت الفعل المساعد جبته في الاول بعد كده الفعل بعد welcome with me، سوف تأتي معي يعني انت هتيجي معايا ولا لا، تمام، يا اما هجاوب yes او no. yes I will، نعم انا سوف، تمام، او سوف اتي يعني، او no I won't، تمام. دي حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا. طيب ده كان عندي زمن المستقبل البسيط بتاعي. طب انا كنت عايز ادي مثلا كده تمرين تيست صغنن يتحل في الكومنتات، تعالى نكتبه مع بعض مثلا، هكتبه لكم كده مع بعضينا سريعا كده، تلات اربع جمل، تمام، اهو واجب يا سيدي، يلا هوم وورك، تمام. طيب لو قلت لك مثلا هنكمل نعمل كومبليت للجمل دي، رحت قلت لك كده رقم واحد، قلت لك اي سبيس كده نقط، تمام، رحت حطيت لك بين قوسين كلمة كول، تمام، وحطيت لك كلمة يو وكلمة تومورو. طبعا هنا خلي بالك الجملة واضحة انها في زمن مستقبل عشان خاطر وجود كلمة تومورو، دي كلمة دالة على الزمن نفسه. طيب مثال تاني، مثلا لو قلت لك زي، ماشي، ونقط كده سبيس وروح قلت لك نوت وشرطة كده بلاي سلاش، تمام، وقلت لك فوتبول نيكست ويك مثلا او نيكست ماندي او نيكست ساندي او ايا كان، تمام. احنا كده عايزينك ايه تستخدم نوت واستخدم بلاي يعني الجملة منفية. طب مثال تالت مثلا ومثال اخير، رحت عملت لك كده نقط ويو ونقط تاني، تمام، وراح حاطط لك كده بين قوسين help مثلا، وقلت لك me with my tomorrow، خلي tomorrow تحت اهو.
طب زي ما أنت شايف طبعًا ده إيه question بسيط جدًا، سؤال واضح. طب بكده إحنا حبايبي نقدر نقول إن الختمة بتاعتنا now you know how to use the future simple tense with will. Write your onion sentence in the comments. يعني بمعنى أصح أنت دلوقتي تقدر تستخدم future simple تمام الزمن مستقبل بسيط باستخدام will. اكتب لنا رأيك في التعليقات أو في حل الجمل دي نشوفها في الكومنتات مع بعض. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا بالحلقة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.